تخيل راسك ساكن في واحد العالم تحت الارض، في واحد السيلون كبير بحال شي مدينه صغيره، ولكن بلا شمس وبلا هواء نقي وبلا حتى فكره على شنو كاين برا. المصيبه حتى الناس اللي ساكنين تما ما عارفين والو على ماضيهم، علاش هما محبوسين، شنو واقع في السطح، باش ولا منو عليهم، وحتى الاهم شكون اللي فعلا كيسير حياتهم. بغيتو تعرفوا؟ خليوكم معنا وحضروا راسكم تشوفوا عالم غريب ومثير. صافي فاهمين؟ تتبدا القصه ديالنا باليسون مرت الخراز ديالهم. اليسون ذكيه وبدات تشك في الناس اللي حاكمين هاد السيلون، وبان ليها بحال هاد السطح اللي خالعين بين الناس ما منوش. السيده خدامه في الانفورماتيك وغتلقى هي واحد العشيره واحد السيدي محضور. هاد السيدي ما عرفت شنو فيه، هاد السيدي تيرجعهم لواحد الماضي ما كاينش في كتب التاريخ، وفيه شي تصاور ماشي بحال داكشي اللي تتوريهم السلطه، تيبانوا الشجر والعصافير. صافي اليسون غتنوق وما غتبقى تثق في حتى واحد، وغتقول راجلها خليني نخرج من هاد السيلون راني عييت. السلطه غتعاق بالقالب وغتقول لها يلا خرجي في حالك، وراجلها مسكين غيتصدى. السيد مزعوط قالت لي شو الا نقيت الكاميرات الخارج راه داكشي كذوب اللي تيبان فيهم، وراه كاينين العصافير والشجر. من بعد سنوات داك عشيرها اللي شاف السيدي معاها لقاوه ميت، والسلطات قالوا راه غير كسيده. تما جولييت البيرسوناج برينسيبال غتقول لهم انا ما متيقاش في هادشي. هاد جولييت بنت الشعب حريفيه خدامه في الميكانيك. تما في ليطاج الاخر تسيلو فين ساكنه بنادم ولد الشعب دار السلطان حي مولا رشيد. البوليس وبنت الشعب غيبداو يقلبوا في الماضي وفي داكشي اللي كانت تقول مراته، وغيلقاو عندها شي حوايج وما هادوك. تما السيد غيحل عينيه وغيقول لهم انا باغي نخرج، هاد الحقيقه اللي عايشين فيها راه غير كذوب وخيال، وباغي نشوف اشنو كاين الخارج. تما من الكاسك ديال الكوستيم ديالو وهو خارج غيشوف الشجر والعصافير جنة فوق الارض. ولكن في السيلون في الكاميرات اللي تبينوا خارج القضيه جهنم، والسيد تيبان في الكاميرا طاح ومات حدا مراته. ولكن السيد نزق في الوصيه ديالو وقال لهم والو، جوليات هي غتولي البوليسيه الجديده وهي اللي غادي تشوف القانون في السيلون، وراك معلم الفنون. تما رئيسة الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة غيقولوا مرحبا، الوصية هي الأولى، السيد مات غنحترموها. تما غيهبطوا للدروج اللي ما تيساليوش باش يلقاو جوليات ويعطيوها الباتش. مي تما وزيرة العدل اللي تنشوفوها هنا ووزير الشؤون الخارجية غنقول لهم هذه راه فكرة خايبة، واش السيدة ما تنعرفوها بنت الشعب راسها قاصح غتولي البوليسيه ديال السيلون؟ مي والو ما كانوش مفكين، غيعطيو لجوية الخدمه. جوليات في الاول كانت باغا تبقى ميكانيسيان تتعرف لخدمتها، هذاك الشيء الخدمه ديالها هي اللي تتخلي الضوء، هي اللي تتخلي الهواء. ولكن راجلها اللي مات وحبها للحقيقه خلاها تقبل العشيران ولاد الحومه وغطلع الدروج باش تاخد خدمتها الجديده. وهما طالعين رئيسة الحكومة غتبوس الجنرال في الدروج اتا غتموت السيدة مسمى وشي واحد في السيلون باغي فيها الخدمة. الغد ليه رئيس القوات المسلحة غيقتلوه في دارو. هادوك الجوج اللي بغاو بنت الشعب تولي بوليسية تقتلوا في نفس الليلة. تما رئيس الشؤون الخارجية غادي يولي رئيس الحكومة بدون تصويت ولا انتخابات، ما غيهضر مع البوليسية وغيقول لها خدي بلاصتك وسدي فمك. جولييت غتاخد بيتر كالمساعد ديالها، بيتر اللي ديجا كان عنده البيستو واللي الناس باغين هو اللي يولي بوليسي، ولكن بيتر معقول ولد الناس وقاد بالخدمه ديالو. مي السيد مسكين مريض بواحد المرض كاين بزاف في السيلون. تما رئيس الاستخبارات اللي تنشوفو هنا، هذا رئيس الاستخبارات اللي عنده كاع الاخبار ديال السيلون واللي ديما حاضيها وحاضي الغدا والجايه. هذا رئيس الاستخبارات غيبدا يقتل كاع الشهود اللي شافوا شي حاجه. جوليات واخا هكاك عايشه الحياه وتصاحبات مع واحد الهندي في الانفورماتيك. هاد الهندي تا هو نزق وبدا تشوف شي حوايج في الشاشات ماشي هما هادوك. انكتشفوا ايضا العلاقه ديال جوليات مع الاب ديالها الطبيب، الاب ديالها اللي كان غدر امها وقال للرئيس الاستخبارات انها تستعمل شي مواد محظوره. هاد المواد المحظوره هما كاع المواد اللي جايين من الماضي وكاع لي تكنولوجي اللي غيقدروا يوريو الحقيقه. من الاستخبارات يكتشفوا غيبداو يدمروا في كاع هاد الاجهزه اللي كانوا غيقدروا يعتقوا خو جوليات. تما الام كثرت المصيبه فقدت كاع الاعصاب ديالها وبالاعصاب غتموت. من تما وجوليات حاقده على الاب ديالها. في هذا الحين جوليات غتكتشف واحد الكتاب، كتاب تا هو قديم ومحظور فيه واحد الطبيعه غريبه، بحور وديان. غتولي منويه
وتما غتكتشف في كل دار، في كل زنقة، باب، زنقة كاين كاميرات، رئيس استخبارات حاضي كل شيء، الجاية والغادة. وهنا المفاجأة، من تما عرفوا ما تتقلب على المواد المحظورة. باه مسكين ما دار والو، طيحت عليه الباطل وتا انا. من بعد البحث والتحقيق لقات الديسك دور ديال صاحبها القديم اللي فيه كاع الاسرار، وفين غتمشي عند صاحبها الجديد باش يقدر يدخل ليه ويشوف كل شيء اللي كاين. الهندي طلع خواف، تما رجعت عند واحد عشيرتها القديمه في درب السلطان. مي بنت درب السلطان ما تقدرش تطلع الدروش وهي ما تقدرش تهبط. وهنا المفاجاه، الرئيس الجديد غيعيط ليها وغيقول لها هاد البحث كامل اللي تديري راه انا هو اللي كنت شاد الاستخبارات من الاول وعارف كاع الاسرار ورئيس استخبارات في جيبي. وغيقول لها دابا جديناك الاستاذه وغنقول كل شيء، راك باغا الدمار ديال السيلون وانك باغا تخرج للسطح. السيده مع النسقه غتقدر تهرب من القبض، وتما غتلقى واحد صحابها اللي غيقدروا يخبيوها في لي زابارتومون. هاد صحابها داخلين في التهريب ديال كاع المواد المحظوره، وغيبداو يقلبوا في داك الديسك دور على معلومات اكثر. في واحد الملف كاين صاحبها القديم تيقول ليه كاين واحد الباب مخفي في التحت ديال السيلون. تما صحابها قدروا يهاكيو كاع لي زيكرون ديال السيلون ويوريو السطح والجنه فوق الارض. تما السلطه غادي تزير القبض ديالها وغادي تقدر تلقاها وتشدها، وغادي تبدا تنتقم من كاع اللي عاونوها. من يشدوها وقبل ما يديوها للسطح وراوها راه صاحبها القديم انتحر حيت خاف ما يعذبوه الاستخبارات. تما رئيس الحكومه وجولييت غيهضروا كاع على الاسرار اللي هي كانت عارفاهم، الباب تحت الارض وكاع داكشي اللي اكتشفت. وغانا كنعرفوا ان رئيس الحكومه ما عرفش المعلومات كاملين، حتى شي اسرار تيفلتوا منه. رئيس الحكومه في هذا الوقت غادي يقرر يعطي مكافاه لرئيس الاستخبارات، يولي اليد اليمنى ديالو يتبعوا في كل شيء. في هذا الحين تنشوفوا جولييت تتخرج من السيلون وتتشوف في الكاسك ديالها هاد النعيم وهاد الجنه، اشجار ونباتات. وهنا المفاجاه، تمن الكاسك هو اللي تيكذب عليهم. الكاسك تيبروجتي واحد ليكرون باش الناس قبل ما يموتوا يكونوا سعيدين. الحقيقه السطح فعلا مميت، ما تما غنكتشفوا مازال ما ماتتش، حيت عشيرتها ديال السيلون التحتاني عدلات الكوستيم ديالها ودارت فيه واحد سكوتش فعال. عشيرتها نسقه وعرفت ان السلطه تتقبل الكوستيم باش السم يدخل بالزربه، واللي خرج يموت في 5 دقائق. تتباعد من باب ديال السيلون وتمشي لشي بلاصه عمر شي واحد ما مشى ليها قبل. واخر لحظات الموسم هي انه ما كاينش سيلون واحد، مي العشرات ديال السيلونات كلهم بالاسرار ديالهم وبالقصص ديالهم. الا عجبتك الفيديو شكرا على المتابعه، ولا ما عجبتكش شكرا انك وصلتي حتى للنهايه. الى اللقاء.